السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة ديال القنينطات على الطريقة التقليدية التطوانية كما كنعملو منا في البيت ديالي. قنينطات بالروز واللوز معلكين ومعسلين. المقادير ديالهم كالتالي: انا غنعطيكم قياس صغير تقدروا تضوبلوه باش تاني بغات تجرب يكون قياس صغير. عندنا 125 غرام د الروز ابيض ملي كنكونوا غسلناه وخليناه ينشف. عندنا 100 غرام د اللوز مسلوق ومحمر في الفران ومهرمش. عندنا 25 غرام د الزبده حيوانيه باش كيجيو لنا القنينطات ديالنا لذاذين، وجوج د المعالق كبارين د السكر غبره، وجوج د المعالق كبارين د المزهر. الاحسن يكون مزهر طبيعي مقطر على اليد. عندنا نص معلقه د القرفه غبره، وشويه د المسكه حره مدقوقه، وشويه د المليحه. وعندنا القشره د الحامضه باش كنطيبوها مع الروز، وجوج د العويدات د القرفه. وعندنا 200 غرام د الحليب و100 غرام د الماء. دابا ندوزو بالطريقه ان شاء الله. اول حاجه نشبرو الطنيج راني غنطيبو فيها، احسن تكون ثقيله باش متلصقناش. نعملو فيها ديك 200 غرام د الحليب، 100 غرام د الماء، والعويدات د القرفه بعد ما غسلناهم، والقشره د الحامضه، ونعملوهم فوق النار. كنخليو الحليب ديالنا فوق النار مهيله فحال الشمعه حتى كيسخن الحليب والماء. غادي نضيفو داك الروز ديالنا وغادي نخليوه على خاطرو يطيب فحال الشمعه حتى يطيب لنا الروز ديالنا مع التحريك. ساعه كنحركو الروز ديالنا، ما كنغطيوش عليه، نخليوه يمشي نوطا باش ما يلصقناش في الطنجره، ونخليوه يطيب مزيان. كنحركو الطنجره ديالنا ما كنغطيوش عليها. دابا غادي نزولو ديك العويدات د القرفه وديك القشره د الحامض، ونضيفو ديك المعلقه كبيره د الزبده حيوانيه باش تجينا القنينطات ديالنا مدادين ومعلكين. نحركو الخليط ديالنا وعندنا النار فحال الشمعه باش ما يلصقناش الخليط ديالنا. ونضيفو ديك المسكه حره مدقوقه وشويه د المليحه والقرفه باش كيجينا الروز ديالنا منسم. وهذا الروز خصو يجينا معلك، ماشي بحال كنطيبو الروز بالحليب. ونضيفو داك جوج معالق كبارين د المزهر، نخلطو الروز ديالنا كيكون طايب عندنا. نضيفو داك جوج معالق كبارين د السكر باش يعطيونا واحد التعليكه لهذا الروز ديالنا. ما كنزولوش يدنا عليه باش ما يلصقناش في هذا الاناء اللي كيطيب فيه. وهاد القنينطات كيجيو روعه في المذاق ومعلكين ولذاذين، فيهم المذاق د المزهر والمسكه حره واللوز. كما كتشوفوا كيف معلك، واحد النسمه كتحمر د المزهر. نتوما كتشوفوا هذا الاناء ديالنا كاع ما كيتلصق فيه، نخليوه حتى ينشف شويه، ساعه نزلوهم على البوطه ونضيفوا اللوز. نتوما كتشوفوا القوام ديال الخليط ديالنا من بعد ما نشف. دابا غادي نمسحو عليه البوطه. نتوما كتشوفوا الخليط ديالنا كيف معلك. غنضيفو ليه دابا داك 100 غرام د اللوز اللي عندنا محمر ومعرمش. نخلطو الخليط ديالنا، نعملوه في واحد الاناء، نخليوه حتى يبرد باش نعمرو به الورقه ديالنا. هذا الشكل ديال الحشوه ديالنا من بعد ما بردت. دابا غنوضعوها جانبا وندوزو باش نقطعو الورقه باش نعمروها فيها. دابا نشبرو الورقه ديالنا ونطويوها على جوج. انا كنوري هادشي للمبتدئين، ما الناس كلشي كيعرف يقطع الورقه. نطويوها على جوج هكذا، من بعد نطويوها عاود على جوج، تنحصلوا على 4 المثلثات، ونطويوها هكذا عاود على جوج، تنحصلوا على 8 المثلثات، ونقطعوهم على هذا الشكل بالمقص. تنحصلوا كل ورقه نخرجوا منها 8 المثلثات. بعد ما قطعنا الورقه ديالنا على هذا الشكل، والورقه الاخرى كنغطيوها بلاستيك غذائي باش ما نشفناش. كنعملوا الحرشه في الوجه والرطبه كنعملوها من تحت. وغادي نبداو نعمروا بالحشوه ديالنا. الحشوه ديالنا كتكون بارده باش ما كتقطعناش الورقه. وانا ما غندهناش حيت عندي الورقه مدهونه، وغادي نقليوهم في الزيت بلا ما ندهنوهم. الا كنتو غادعملوهم في الفران كندهنوهم. غادي نلوها القنينطه ديالنا على هذا الشكل، نزيرو يدنا.
ونلصقوها بالكولا بشويه د الطحين مع الماء باش ما تفتحناش نجيو نقليوها. وانا على هاد الطريقه تنسالي القنينطات ديالي، ساعه نرجعو باش نقليوهم ان شاء الله. بعد ما سالينا القنينطات ديالنا دابا نخليهم ينشفوا شويه ونرجعو باش نقليوهم. بعد ما نشفوا لي القنينطات دابا غنجوزو باش نقليوهم. نقدروا ندهنوهم بالزيت وندخلوهم الفران. انا غادي نقليهم، نتوما كل واحد على حسب الذوق ديالو. كنعملوا واحد المقله ثقيله شويه ولا طنجره غارقه باش كنعملوا فيها الزيت يسخن، ساعه كنبداو نقليو القنينطات. وما كنجاهدولهمش بالعافيه باش كيتحمروا لنا حتى من داخل، باش كيجيو لنا مقرمشين. كنبقاو ندورو فيهم هيدا باش كيتحمروا من جميع الاتجاهات، ما كيطرطقوا ما والو، لان الحشوه ديالهم ناشفه كيفيهم لا ماء لا حتى حاجه. بعد ما كيتحمروا لنا كنقطروهم بالزيت مزيان، عاد كنعملوهم في العسيله. انا على هاد الطريقه نقلي ونعسل حتى نسالي القنينطات. نعسلوهم مزيان، نخليوهم يشربوا شويه د العسيله، ساعه نرجعو باش نقدموهم ان شاء الله. هذا الشكل النهائي د القنينطات اللي عملنا اليوم، القنينطات بالروز واللوز. عملتهم كما كنعملو انا في البيت ديالي، هو كل واحد كيعملهم على الطريقه ديالو. كاين اللي كيعمل فيهم حليب نسلي، حليب كراميل، كل واحد والطريقه ديالو. من بعد ما كنعسلوهم كنزينوهم بالجنجلان ابيض ولا باللوز مهرمش. كنتمنى هاد الوصفه اليوم اللي عملت لكم تعجبكم، كنتمنى تزيدوا تدعموني وتشجعوني باللايكات. ومع السلامه.